اليوم 22 من مارس آذار، نستذكر ذكرى استشهاد وبالمعنى الأوضح اغتيال المجاهد الأستاذ والمربي الأستاذ أحمد ياسين رحمة الله تعالى عليه. في مثل هذا اليوم وفي صلاة الفجر، بعدما صلى الفجر جماعة في المسجد وجلس مع الناس في حلقة القرآن، ثم خرج من المسجد لتكون طائرات الغدر والإجرام بانتظاره لتمزق جسده المشلول أشلاء، ولكن ليسطر للعالم وللتاريخ قصة كبيرة بدءا من الميلاد إلى الاستشهاد، دروسا وعبر وآيات للعالمين أجمعين. إنه الشيخ أحمد ياسين رحمة الله تعالى عليه. الشيخ أحمد ياسين ولد في قرية الجورة. ربما ما أتميز به من ذكر أشياء عن الشيخ أحمد ياسين، بالإضافة إلى قرب منه وتعلمنا على يديه رحمة الله عليه، أنه كان له قريب وجار منذ الميلاد، هم كانوا مع بعض سويا، ولد سويا وجيران في قرية الجورة بمدينة عسقلان من فلسطين، فنشأ سويا. فكان يخبرني الكثير عن حياتهما سويا، هو والشيخ أحمد ياسين رحمة الله تعالى عليه، في قرية الجورة في فلسطين. فقال: نحن قرويون، وأهلي وأهل الشيخ كانوا يعملون في الصيد، حرفة الصيد في البحر. هم طبعا على شاطئ البحر وقريتهم مطلة على البحر، فيعملون بالزراعة والصيد. قال: وكنا نجيد السباحة بقوة، وشاء الله عز وجل أن ننشأ سويا. قال: كان الشيخ أحمد ياسين يتميز بلياقة عالية جدا، وكان يصعد الأشجار العالية. وعندنا في فلسطين شجرة تسمى بشجرة الجميز. هذه الشجرة لها ثمر طيب ولذيذ كثير، تبدأ إنتاج الثمر من شهر يوليو، وتستمر حتى سبتمبر. وتطرح 7 أبطن، 7 مرات تنتج ثمر. فكان الشيخ أحمد ياسين، وهي طبعا عالية جدا جدا، فكان يصعد إلى أعلى شجرة في السماء ويقفز من فوقها ليمارس لعب الجمباز، ثم ينزل على الأرض واقفا على رجليه. فكان دائما يسابق أبناء القرية في الرياضة وفي صعود الأشجار العالية وليقفز على الأرض. فذات مرة من المرات، وهو كان طبعا في سن 16، حينما قفز من على أعلى الشجرة وقع الأرض على ظهره، فأصيب بعد ذلك بشلل في بدأ جزئيا ثم إلى أن اكتمل بشلل كامل. طبعا هاجروا من فلسطين من قرية عسقلان إلى قطاع غزة، وحاول أن يكمل دراسته الجامعية في جامعة الإسكندرية، ولكن لظروف معيشية ألمت به وظروف صحية لم يستطع أن يكمل دراسته في مصر في جامعة الإسكندرية. الشيخ أحمد ياسين كان يتميز بإنسان، صح أنه كان مشلولا، ولكن كان صاحب عزيمة كبيرة. ولكن هنا سأنتقل إلى محطة مهمة جدا: كيف بدأ الشيخ أحمد ياسين حياته في قيادة العمل الإسلامي في جماعة الإخوان المسلمين. أنتقل هنا إلى الشيخ والأستاذ المربي عبد الفتاح دخان حفظه الله،
وأكرمني ربي أيضا أنني كنت جارا له وكنت معاونا له في المسجد. هو كان إمام المسجد وخطيب المسجد، وحينما قام بمشروع بناء المسجد وأنا معه من اللحظة الأولى، فكنت مرافقا له دوما بحمد الله عز وجل. فكنت أسأله عن الكثير من أمور الدعوة وحياته الخاصة، وهو الشيخ أحمد ياسين. فكان يخبرني. وللعلم الأستاذ عبد الفتاح دخان حفظه الله ما زال حيا، هو الآن في مطلع التسعينات من عمره، وهو من المؤسسين الأوائل للإخوان المسلمين في فلسطين ومن الجموع الأولى. يقول الأستاذ عبد الفتاح دخان بعد هزيمة عام 1967 بدأنا نلملم الجراح. نحن كمسلمين حاولنا أن نلملم شعثنا بعد الظروف التي عايشناها في الحقبة وجود الحكم المصري كان لقطاع غزة. فحاولنا بعد ذلك أن نعمل عملا جماعيا، فبدأنا بالتواصل مع الإخوة في قطاع غزة، واجتمعنا جميعا في اجتماع واحد، وقررنا انتخاب قيادة للعمل الجماعي. فانتخبوني جميعا بالإجماع أن أكون أنا رئيسا لأول عمل للإخوان بعد هزيمة 67. فلما انتخبوني بالإجماع جميعا شكرتهم على هذه الثقة الطيبة، ثم وقفت وقلت لهم: أقسم بالله العظيم أن أولى إنسان أن يكون قائدا لنا ويقود هذه الدعوة المباركة هو أخي الشيخ أحمد ياسين، أنتم انتخبتموني بالإجماع وأنا أتنازل له ليكون هو إن شاء الله أميرنا. قال: فبدأ الشيخ أحمد ياسين، وكان نعم الاختيار الذي وفقني ربي عز وجل به حينما قمت باختياره أن يكون هو قائدنا في هذه المسيرة المباركة. بدأ الشيخ عمله لم ييأس. وهنا أنتقل إلى محطة ثالثة. ذات يوم تهجم بعض الشباب المتشددين على الشيخ أحمد ياسين ويصفون ببعض الصفات السلبية. فكنت عند الشيخ كامل بلتاجي رحمة الله عليه، وكان عالما أزهريا، عالما في القراءات القرآنية وعالما في الحديث الشريف. فذكرت له ما قال هذان الشابان، فأخبرني أنهم جاءوني وناقشوني بهذا الكلام، وغضبت منهم وطردتهم من مجلسي هنا، وقلت لهم إن الشيخ أحمد ياسين الذي تتكلمون عنه هو أول من بدأ الدعوة وبدأ يعلم الناس الدين بعد عام 1967، وطلب مني أن أشارك معه. فكنت أنا رجل كفيف، أنا رجل كبير في السن وكفيف، وهو رجل مشلول، فكنت أضعه على الكرسي وأقوده بقوتي وهو يدلني ببصره. بدأنا الدعوة، هو رجل مشلول قعيد وأنا رجل كفيف، لكني أدفعه بقوتي وهو على الكرسي وهو يدلني ببصره، يمين شمال أمام قف. وهكذا بدأت الدعوة. أنتم تتكلمون على رجل وقد عذره الله عز وجل بما ابتلي به من الشلل، ولكنه أبدا حمل عبء الأمة وحمل فرض الكفاية الذي كلف الله به الأمة ليقوم به هو. فإقامة الحكم الإسلامي فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فقام الشيخ أحمد ياسين به، إذن هو قام عن الأمة بفرض الكفاية، فجزاه الله خيرا. هكذا بدأ الشيخ. نرى اليوم حركة حماس والإخوان بجموع الآلاف المؤلفة، لكن لا تنسوا كيف بدأ وهو يبحث عن الأطفال في المساجد. كانت المساجد فارغة فاضية، ما في إلا القليل من كبار السن من يصلي في تلك المساجد، ومساجد بسيطة وصغيرة ومبنية من الطين، طبعا مخيمات اللجوء في قطاع غزة. الشيخ أحمد ياسين كان أذكر نحن الصغار يطوف بالمساجد، يدعى وينسق مع الإخوة الذين يأخذونه ويحملونه ويضعونه، فكنا نجلس أمامه ليحدثنا عن
حب الإسلام وحب القرآن الكريم وحب تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، كان دوما يذكرنا بحب السيرة، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى نكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان له أهداف في تعليمه رحمة الله عليه، يسألنا: أنت ما اسمك؟ من أبوك؟ ومن أي قرية أنتم؟ لا يسأل عن المخيم الذي نسكنه الآن، إنما يسأل عن القرية التي هجرنا منها. نقول: نحن من بئر السبع. ويسأل زميلي: أنا من حيفا، أنا من يافا، أنا من كذا. هيا يا أبنائي فإن وطنكم ينتظركم، هيا حتى تتعلموا ونعمل حتى نستعيد وطننا السليم إن شاء الله تعالى. تلك الكلمات يحيي بها يعني روح الأمل في نفوس الجيل الناشئ. كان شيخ رحمة الله عليه كثيرا يسأل كل شاب أو كل طفل عن الدراسة، وكان يشجع الجميع أن تكونوا من الأوائل في المدارس، أن تتفوقوا وأن تهتموا بدراستكم. ثم يقول: نريد منكم أن تكونوا في جميع التخصصات الشرعية والعلمية حتى تكونوا مهيئين للمستقبل الذي نريد من خلاله تحرير فلسطين إن شاء الله تعالى. كانت هذه طموحات الشيخ. الشيخ يعني بدأ البداية الأولى، ولكن هذا الجيل الذي ينشأ ويكبر يحتاج إلى متابعة، فشرع بعمل مؤسستين مهمتين: المجمع الإسلامي ثم الجمعية الإسلامية، وكلاهما كانت البداية. شيخ أحمد ياسين ننتقل إلى محطته الجهادية وبدء العمل الجهادي. كان الكثير من الشباب يعني يتحفز، ودائما يقول الشيخ: نريد أن نبدأ العمل الجهادي. والشيخ كان يقول: انتظروا، لا بد من الإعداد التربوي، لا بد من الوعي الكامل لطبيعة المرحلة القادمة. الجهاد لوحده دون إعداد تربوي ووعي كامل وثقافي كبير هذا سيؤثر سلبا علينا في مسيرة العمل. نريد أن نبدأ ثم نتوقف، نريد أن نهيئ أنفسنا حتى نبدأ وننطلق ونستمر. وكان مصيبا في رأيه رحمة الله تعالى عليه. اعتقل المرة الأولى في عام 1983، وكان بداية العمل الجهادي الذي عرف أمره هو الفرقة الأولى التي كانت معه الشيخ صلاح شحادة والدكتور إبراهيم المقادمة والأخ عرب مهرة، وشاء الله عز وجل أن يخرج في صفقة تبادل أسرى في عام 1985 التي قادها أحمد جبريل. ثم بعد ذلك انطلق ليعمل من جديد، وبدأت الانتفاضة الأولى. والشيخ رحمة الله تعالى عليه كان من المبادرين بأن يبدأ ليؤسس عملا عسكريا في تلك الانتفاضة، فاعتقل في عام 1988 ليحكم بسنوات طويلة جدا، وبقي في السجن إلى أن شاء الله عز وجل أن يخرج في عام 1997 حينما حدث الاعتداء على الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الأردن. وعاد الشيخ لينطلق من جديد ويواصل مسيرته، والتي أعلن من خلالها بدء العمل العسكري المتطور، بحيث أطلق أول صاروخ وكان مسافة كيلومتر واحد. فيسأله مذيع CNN: كيلومتر واحد هذا لا يعمل شيئا. قال: هي البداية لأشياء كثيرة في المستقبل. فنحن بدأنا بالحجر وسنواصل عملنا حتى نحرر وطننا من الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين. رحم الله الشيخ. اليوم ذكرى استشهاده، ونحن نفتخر أن تلاميذ الشيخ وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة ثم رضي الله عنهم ثم قادة العمل الإسلامي من هذه الأمة جميعا. والشيخ اليوم يقول للجيل الصاعد أن يحملوا الرسالة والأمانة وليواصلوا المسيرة، وبإذن الله نحن على ثقة بيقين كبير أن الله سينصرنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون
إن كنتم مؤمنين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أختم بكلمة مهمة جدا للشيخ. سألته رحمة الله عليه في آخر لقاء لي معه في القصر الجمهوري في السودان حينما زار السودان رحمة الله عليه في شهر تموز عام 1997. سألته ماذا توصيني شيخنا الحبيب؟ فقال لي أقول لك يا ابني أني أنا لا أعرف أن أعيش بغير صراع. دائما يجب أن يكون معي تحدي، صراع وأنتصر، أعيش صراعا وأنتصر. فإذا ما انتهيت من الصراع الذي أمامي لا أتوقف بل أستمر، لأن الحياة لابد أن يكون في أهداف، والأهداف لابد أن تكون في مواجهة الصراعات، والصراعات تحتاج إلى تحدي. فأنا أدخل الصراع وأتحدى ثم أنتصر بإذن الله، لأن يقيني بالله كبير أن النصر لنا إن شاء الله. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القدس ليست للفلسطينيين وحدهم، القدس للمسلمين جميعا، هي قضية الأمة الإسلامية جميعا. واليهود يسعون بعد أن احتلوا فلسطين الآن يسعون إلى تهويد مدينة القدس، وهذه مخططات مستمرة التهويد، ويسعون أيضا لهدم المسجد الأقصى، وهذا مستمر منذ سنين، منذ أن بدأوا الاحتلال بحفر الأنفاق والحفريات المتزايدة والمتكررة تحت المسجد الأقصى. لذلك المطلوب الآن من الشعوب العربية والإسلامية، أنا أتكلم كأمة إسلامية، كل المسلمين من تركيا ومن كل بلاد الإسلام، أن يعرفوا أن قضية القدس قضية المسلمين جميعا. فلا بد من فعاليات من الشعوب، ولا بد من تحرك كبير من الحكومات. الحكومات يجب أن يكون لها موقف سياسي وموقف حكومي معنوي ومادي، وهذا يتطلب القوة، قوة في السياسة وقوة في كل شيء. ثم الشعوب أن تكون حاضرة في صوتها وفي وقفتها وفي تبرعاتها بالأفكار الإبداعية من المساندة لأهل القدس وفلسطين، حتى نبقى أمام هؤلاء الصهاينة بالمرصاد لوقف مشروع التهويد ومشروع هدم المسجد الأقصى. ولذلك العمليات البطولية التي يقوم بها الشباب هناك في فلسطين تتطلب من جميع الشعوب المسلمة أن يقفوا بأن تكون القدس حاضرة في صلوات الجمعة، حاضرة في المواسم في رمضان وفي الحج، حاضرة في المساجد، حاضرة في الجامعات، حاضرة في كل شيء. والقادة من الأمة أن يحملوا رسالة القدس وفلسطين حتى تتحرك الأمة. الأبطال الشيخ أحمد ياسين، فتح الشقاقي، وكل الأبطال الذين عاشوا قضية فلسطين من كافة التوجهات وألوان الطيف السياسي الفلسطيني الذين عملوا من أجل هذه الغاية، وكذلك المسلمون في كل مكان في العالم. لابد أن نقف ونفضح مخططات الصهاينة التي يسعون دوما لها، فهم يريدون أن تنسى فلسطين من ذاكرة المسلمين، وأن يبقوا هم يفعلون جرائمهم والمسلمون أن يكونوا في غفلة. لا، المسلمون إن شاء الله الخير فيهم، والله سبحانه وتعالى أمرنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذه وصيات ورسالتنا للقدس ونصرة القدس إن شاء الله، ونحن نستقبل رمضان القادم على خير. فلا بد من تحرك جماهيري كبير وحكومي إن شاء الله لصالح المسجد الأقصى. وبارك الله فيكم.